هنا في طنطا نمر بريح القديس نمر. البنت دي مالنا بنت مراته عنده كام سنه بنت ما تخلفوش، 5 سنين ما يخلفوش. رحنا نصلي وبعدين انا في يوم نايم بالليل لقيت ماري جرجس عندنا بيقول له قوم دلوقتي روح لمايكل وخده وديه كنيسه العذراء في بيار عند ابونا بولا. ماري جرجس عندنا عظيم جدا برضه، هو الشيخ بتاعه. قمت الصبح كان كل شويه يقول لي يا خالد صليني، اقول له يا ربنا يديك ان شاء الله. بعدين جيت نمت في طنطا وقمت الصبح حطيت بالعربيه ميرنا ومايكل. جيت هنا لابونا بولا، استنيت لحد ما اخلص كل الضيوف بتوعه الساعه 5 6 بالليل المغرب. لقيت اوضه كده مفتوحه ابونا بيقعد فيها، قلت له يا ابونا تعالى الحكايه كذا كذا كذا. قال لي حط ايدك على راسه، قلت له حط انت الاول يا ابونا عشان انت البركه الكبيره بتاعتك. المهم صلينا انا وابونا على راس ميرنا ومايكل، وبالظبط بعد 3 شهور هو ابونا بولا قال ربنا هيديها ناس، ربنا هيديها ناس ان شاء الله. ده ابونا بولا بركه كبيره يا اولاد، بركه كبيره جدا على مستوى الكرازه المرسيه كلها، مش هنا في مصر بس، ده في العالم كله. انا اما اروح امريكا ولا اوروبا يقولوا لي سلمنا على ابونا بولا. المهم جينا هنا، فلما قلنا خلاص مراته هتولد هتخلف، روحنا بعد 3 شهور. مايكل يكلمنا بالليل يقول لي يا خالي ربنا ادانا مراتي حامل في الشهر الثالث. بدون حبايه دواء، ربنا بعت المعجزه بدون اي علاج، بدون اي متابعه، بدون اي حاجه. مجرد ما العذراء شفعنا لها وابونا بولا تم المعجزه على ايديه. تاني شهر بعدها تاني شهر كانت المعجزه حصلت. وبعدين بعد 3 شهور مايكل قال لي بعد 3 شهور مايكل قال لي مراتك حامل يا ابونا، قلت له احتفظ بالسر لحد ما ربنا يكمل لها. وبعدين لحد ما كملت 12 شهر جينا هنا الكنيسه وعملناها النهارده، وانا بطلب ابونا بولا يوثق المعجزه دي في الكتب بتاع المعجزات اللي بينزلها. احنا بنشكر ابونا بولا وبنصلي كتير ربنا العذراء والقديس ماري جرجس الشفعاء العظماء اللي بيرفعوا صلوات كتير عندنا ويدونا بركات كتير علينا. كل سنه وانتم طيبين، ربنا